أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت إلى أن اللاعب التركي أردا جولر قد أحدث تأثيرا كبيرا داخل نادي ريال مدريد، حيث وصف بأنه خلق زلزالا في أروقة ملعب سانتياغو برنابيو. جولر انضم إلى صفوف ريال مدريد قادما من فنربخشة التركي في صيف العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو. ومع أنه كان يعد أحد أهم التوقيعات، إلا أنه واجه تحديات كبيرة بسبب الإصابات التي عانى منها منذ انضمامه إلى الفريق الملكي. وبالرغم من مرور فترة زمنية على انضمامه، إلا أن جولر لم يشارك بعد في أي مباراة سواء كانت ودية أو رسمية، وذلك بسبب استمرار تأثره بالإصابة، مما أدى إلى إحداث تقلبات داخل النادي. ووفقا لتقرير صحيفة آس الإسبانية، أدت الوضعية الصحية لجولر إلى حدوث زلزال داخل ريال مدريد، حيث تم إعفاء الطبيب الفريق نيكو ميهيتش من مهامه نتيجة للتطورات الحالية. وفي ظل هذه الأحداث، يتأمل ريال مدريد حاليا في خيار إعارة جولر إلى ناديه السابق لموسم إضافي، مع التركيز على متابعة تطوراته وتحسن أدائه. وبالرغم من أن الانطباع الأولي حيال أداء جولر كان إيجابيا، إلا أن تحضيره البدني يظهر بعض الطابع الطفولي. ويشير التقرير إلى أن النادي كان يعتزم تدريجيا إعداد جولر لتكييفه مع متطلبات الموسم، وهو مسار تم اتباعه مع البرازيلي رودريغو، الذي وصل بلياقة بدنية أقل بكثير عند انضمامه وتطور بشكل تدريجي. وأوضحت الصحيفة أن جولر كان قد أجرى مفاوضات مع عدة أندية قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ومنها ميلان وبنفيكا وأياكس وإشبيليا وحتى برشلونة.